10 تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. مستشفى أوروتا يشهد عمليات جراحية للأطفال المصابين بأمراض قلبية مزمنة. نجاح الجولة الثانية من حملة تطعيم سرطان عنق الرحم. كلية ماي نفحي تخرج 326 طالب وطالبة تلقوا دورات تدريبية. إعلان التوصل لتوافق بين الفرقاء بشأن قوانين تنظيم الانتخابات في ليبيا. تحذير أمريكي أوروبي لكوسوفو من عواقب التصعيد مع الصرب. تايوان ترصد طائرات عسكرية وسفنا حربية صينية بمحيطها. مرحبا بكم. قام أطباء إريتريون وإيطاليون بعمليات جراحية للأطفال ذوي المصاعب القلبية الخلقية في مستشفى أوروتا المرجعي. وأوضحت المدير الطبي لقسم الأطفال في المستشفى البروفيسور تجريدا جابريهوات أن العمليات الجراحية أجريت للأطفال الذين لديهم مصاعب خلقية أو ناتجة عن اللوز في القلب، مشيرة إلى إجراء عمليات ناجحة لأكثر من 1600 طفل خلال السنوات 21 الماضية. وذكر بأن استئناف العمليات الجراحية التي كانت متوقفة ل4 سنوات بسبب وباء كورونا يعتبر عونا كبيرا للمرضى. وقالت إن التعاون الجاري مع الأطباء الإيطاليون الذين يقدمون الخدمات منذ عام 2002 يسهم إلى جانب دوره في صحة الأطفال في نقل المعرفة والتجارب. من جانبها أوضح المدير العام لمستشفى أوروتا المرجعي السيد تولد يوهانس التعاون المهني المثمر الجاري مع الأطباء الإيطاليين الذين يأتون كل سنتين لإجراء عمليات القلب للأطفال، مشيرا إلى إجراء عمليات ناجحة ل9 أطفال حتى الآن من 2 يونيو. وذكر عضو الجمعية الإنسانية القادمة من إيطاليا السيد ألم دوموز والسيد سيليفيو ليوني أن العمل يعتبر فاعلا للتعاون المهنيين والإداريين المتفانين في المستشفى. وصلت نسبة نجاح الجولة الثانية من حملة تطعيم سرطان عنق الرحم في مديرية عد قيح المنتظمة في الفترة من 29 من مايو وحتى 2 يونيو 90%. وبموجب البرنامج الموضوع تم تطعيم 4111 فتاة تتراوح أعمارهن ما بين 9 سنوات إلى 14 عاما في 25 نقطة تطعيم، حسب توضيح مسؤول الخدمات الصحية في المديرية السيد ولد أب جبرز جابيهر. وذكر تطعيم 3857 في الجولة الأولى المنتظمة في الفترة من 21 وحتى 25 من نوفمبر عام 2022 في 25 نقطة تطعيم، داعيا الآباء تطعيم بناتهم البالغات ذات العمر في أقرب نقطة. خرج فرع الاتحاد الوطني بساوة والمؤسسات العالية في 6 و7 من يونيو 326 طالبا، بينهم 147 طالبة بكلية ماي نفحي تلقوا دورات تدريبية. واشتملت الدورات على المنتجة ولغة الإشارة واللغة العربية والأدب والجرافيكس والإلكترونيات. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة منصورة إسماعيل أن الهدف الرئيسي للدورات اكتساب الطلاب معرفة مهنية إلى جانب التعليم الأكاديمي. وثمن عميد كلية علم الطبيعة البروفيسور جبراي أسكودوم وعميد كلية الهندسة والتكنولوجيا دكتور كحساي نجوسي مساهمة الاتحاد في أنشطة الكليات اليومية، مناشدين الشباب المساهمة بفعالية للاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة. وأوضح ممثل الخريجين أهمية المعرفة المكتسبة في مسيرتهم إلى جانب التعليم الأكاديمي، متعهدين القيام بكل ما يطلب منهم مستفيدين من المعرفة المهنية المكتسبة. وذكر رئيس الجمعية الوطنية للصم السيد ولد ميكائيل سالي أن دورة لغة الإشارة المقدمة تسهم للحد من التمييز الاجتماعي للصم، مناشدا لتفعيله بتنظيم قوي. في الختام وزعت الشهادات التقديرية والجوائز على المتفوقين.
تلقت مدرسة قطنعاء الابتدائية والمتوسطة في مديرية دواروة دعما ب100 مقاعد دراسية قدمت بمبادرة 7 قرى تقدر قيمتها بأكثر من 234 ألف نقفة. وأشاد المشرف التربوي تخلى مريم تسفاي من مكتب التعليم في المديرية بمبادرة القرى، مشيرا إلى تقديم سكان شكتي 50 مقاعد دراسية واعتبار 85 مقاعد دراسية للمدارس الموجودة في القريتين. ودعا مسؤول الخدمات الاجتماعية السيد أبراهام يوسف المواطنين للاستفادة الجيدة من مؤسسات التعليم وتشجيع أبنائهم وسد احتياجات المدارس. تستقبل مدرسة قطنعاء الابتدائية والمتوسطة حاليا 1161 طالب بالإضافة إلى 56 طالب في التعليم قبل النظامي. تبعد قرية قطنعاء مسافة 18 كيلومترا إلى القرب من دبرواه. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، بعد جولة من الاجتماعات في بوزانيقة بالمغرب، أعلن ممثلون عن حكومتي ليبيا في الشرق وفي طرابلس توصلهم إلى توافق حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في انتظار التوقيع النهائي على الاتفاق الأيام المقبلة، لكن دون أن يتم التوقيع على أي اتفاق بهذا الصدد بعد مقادرة رئيس مجلس النواب عقيل صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إثر خلافات تصاعدت بشأن الجدل حول بعض المواد القانونية. وقال رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات جلال شوهيدي في مؤتمر صحفي إن ممثلي اللجنة من المجلسين توافقوا على قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمان. بدوره أكد رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في اللجنة المشتركة عمر بوليفا أن الاجتماعات على مدار 10 أيام ناقشت التفاصيل المتعلقة بمشروعات القانون الانتخابية والاتفاق بشأن النقاط الخلافية. طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كوسوفو بتهدئة المواجهة المحتدمة مع الصرب في شمال البلاد، وإلا فستواجه عواقبا من حلفائها الغربيين القدامى. وجاءت التحذيرات في وقت اختتم فيه مبعوثا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي زيارتهما إلى كوسوفو وصربيا لتهدئة التوترات التي اندلعت في صورة أعمال عنف الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إصابة عشرات من جنود حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي ومحتجين الصرب في شمال كوسوفو. واندلع العنف بعد أن عينت سلطات كوسوفو رؤساء بلديات من أصل ألبان في مكاتب البلديات. واختير رؤساء البلديات في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 3.5% فقط، بعد أن قاطع الصرب الذين يشكلون الأغلبية في المنطقة الانتخابات المحلية. رصدت وزارة الدفاع التايوانية 12 طائرة عسكرية و4 سفن حربية صينية في محيط الجزيرة خلال 24 ساعة الماضية، وذلك في أحدث تصعيد للتوترات العسكرية بشأن الجزيرة التي تقول بكين إنها جزءا من أراضيها. والأسبوع الماضي وقعت الولايات المتحدة وتايوان اتفاقا تجاريا يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين في خطوة استدعت تحذيرا من الصين. ويتضمن الاتفاق التجاري بندا أو بنودا بشأن تسهيل التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة الفساد. وفي أبريل الماضي أجريت الصين تدريبات عسكرية لمدة 3 أيام تحاكي حصارا للجزيرة ردا على اللقاء بين رئيس تايوان تساي إنغ وان ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي.
ثار بركان كيلويا وهو أحد أنشط البراكين على الكوكب على ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وتظهر صورا شقوقا في قلب البركان الذي ينشط في حين لآخر مع تدفق كتل من الحمم البركانية المنصهرة من البحيرة في قاعة فوهته. وقد صنف علماء البراكين هذا الثوران على أنه ديناميكي. وأوضح علماء هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنهم بدوا رصد نشاط داخل محيط حديقة هاواي الوطنية للبراكين. وأشارت الهيئة إلى أن مستويات مرتفعة من الغازات البركانية هي مصدر القلق الرئيسي، لأن آثار هذا الخطر قد تصل إلى مناطق بعيدة بسبب الرياح. ويأتي ذلك بعد أشهر من ثوران ماونا لوا أكبر بركان في العالم الذي نشط في نهاية العام 2022 بعد أكثر من 40 عاما من الثبات. في الختام اسمحوا لي أن نذكركم بأهم ما جاء في هذه النشرة. مستشفى أوروتا يشهد عمليات جراحية للأطفال المصابين بأمراض قلبية مزمنة. نجاح الجولة الثانية من حملة تطعيم سرطان عنق الرحم. كلية ماي نفحي تخرج 326 طالب وطالبة تلقوا دورات تدريبية. إعلان التوصل لتوافق بين الفرقاء بشأن قوانين تنظيم الانتخابات في ليبيا. تحذير أمريكي أوروبي لكوسوفو من عواقب التصعيد مع الصرب. تايوان ترصد طائرات عسكرية وسفنا حربية صينية بمحيطها. انتهت النشرة قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، كنت معكم فيها حنان عمر جيلاني، إلى اللقاء.